فات عليه العمر يا ابويا، ده انا ليا معاه حكايات 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 على حسبي وداد قلبي يا ابويا. من هنا بدأت القصة وبدأت رحلتي نحو النجاح. في لحظة من اللحظات قررت أن أختار طريقي. كل تصميم كنت أقوم بعمله كان لي خطوة جديدة نحو تحقيق أحلامي. لم يكن الأمر سهلا، فلقد واجهت تحديات صعبة جدا، لكنني تعلمت أن كل تلك الصعوبات هي فرصة للنمو والإلهام. استلهمت من كل تجربة وكل فكرة وكل لحظة، وصنعت من كل هذه الصعوبات حجرة أساس أبني بها مستقبلي. وها أنا الآن أستعد لأنتقل لمرحلة جديدة مع بداية عامي جديد، العام الذي سيكون مليء بالفرص والنجاحات والتحديات، وسأعبر منها بسلام بإذن الله. وأنا متفائل بأن الأهداف العظيمة يمكن تحقيقها، فسأستمر في السعي لتحقيق النتائج التي أطمح لها، لأن المستقبل ينتظرني، ولأن ما زال للقصة بقية. العادي الناس تنساه وانت مش عادي،